من شتى الاتجاهات، من جميع الاتجاهات، نسع الجميع ونستمع إلى بعضنا بصدر رحب وقلوب يملأها الحب وعقول يملأها التفاؤل والإشراق في غد مشرق إن شاء الله عز وجل. هذه الرابطة تفتح الباب للجميع، غير أننا نتميز عن غيرنا أننا نظن أننا نحمل رسالة. الفن عندنا له رسالة، له هدف، له غاية. هكذا تعلمنا وهكذا نحب أن يتعلم المجتمع منا جميعا، لا أقول مني، منا جميعا. كل واحد منا يعلم الآخر. جئنا نتعلم، ما جئنا لنعلم. هذه أولا. في البداية أرحب باسم حضراتكم بأستاذنا الدكتور أستاذ الدكتور عماد بزيد، أستاذ الأدب العربي. كما أرحب بالأديب، لا أقول المصري ولكن أقول العربي العالمي، أستاذنا الجليل الأستاذ علي عوض. وهذا ليس تحيز. أستاذ علي عوض له من الجوائز ما يشفع له وما يضعه في هذه المكان. أعلن بداية، ما لازم أخذ بداية عن تلقي الأعمال للديوان المجمع. الرابطة إن شاء الله قريبا ستصدر كتابا أغاريد الحرية 2. احنا أصدرنا الأول. في هذا الديوان نقدم فيه أعمال أدباء الحرية بالدقهلية: شعر، قصة، دراسات نقدية. ثانيا نعلن عن تلقي طلبات الالتحاق بعضوية الرابطة. المطلوب 22 جنيها صعبة، وصورة البطاقة. يبقى 3 حاجات مش 2. ومطلوب الأستاذ عماد. خلاص مش محتاجينها يا أستاذ، مش محتاجين. الفترة الزمنية للتقديم بس. هنقول يا فندم حاضر. نعم. الموعد الرسمي للقاءات الرابطة الخميس الأول من كل شهر ميلادي. وقد تحدد الرابطة مواعيد ولقاءات إضافية عبارة عن ورش عمل نستمع فيها إلى أساتذتنا، نتعلم منهم 2 في الشهر سيتم التنويه عنها. منها على سبيل المثال محاضرة في الجمعة بعد القادمة 14/6 لأستاذنا الدكتور عماد بزيد عن طه حسين والأدب العربي الحديث الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسي للرابطة بدار الوفاء. أيضا نعلن عن ندوة اتحاد الكتاب الاثنين القادم، والتي يستضيف فيها فكري ناموس. حفاظا على الوقت